فهمتوا يا عيال عدن ليش أنا اخترتكم القبيلة حقي؟ لأنكم رجال أبطال. تجهزوا نشتي نحرر القدس. القدس تحكم بالزنا والواطي يا عيال عدن يا أصحابي يا أنصاري. يا أنصاري يا عيال عدن يا أبطال يا عمالقة الجنوب. القبيلة راحت لا تصدقوا عاد في قبيلة شلوها الزنا بيت الأحول أصحاب شبوه. واحد شيخ في نجران على المصحبين، واحد شيخ في قبيلة الزنا في شبوه، وواحد في صنعاء محافظ المحويت ذاك ذي قتلوا جمعة الكرامة هو وأولاده. قبيلة الزنا زنوا بالمرأة علشان يحكموا حكام الخليج الفجرة عليها وحكام العرب، وذي مش مصدق يتواصل بسويسرا يشوف غطى العملة من هي باسمه باسم والدي الملك عبد الله علي جابر الطاهري، غطى العملة الإمارات ودولة الإمارات باسمي الملك عاتق عبد الله علي جابر الطاهري. يا عيال عدن أني صاحبكم لازم توقفوا معي، ما معي قبيلة، انتو قبيلتي يا عيال عدن. نشتي نحرر القدس تدخلوا معي الجنة. يقولوا عليكم عيال عدن انتو أرجل منهم ومن القبيلة حقهم ذولا أبو يمن هم شبوه وبينه ومشنشن وراعيه. تحياتي لكم يا أصحابي ويا أنصاري يا عيال عدن، تحياتي لكم. أنا في سجن ملك الملوك في صنعاء، ما بترك زوجتي وأهرب. يقولوا جبان ترك الزيود يخنثوها، ولا هم اعتدوا عليها الزيود، اعتدوا عليها قبيلة الزنا أصحاب شبوه، بس الأحوال يشتي يشووهم الزنو. هذاك ذي كان عندكم في جوازات عدن الأمين العام لحزب المخانيث والزنا المؤتمر الشعبي العام في صنعاء غازي الأحول وأبوه، قالوا شركاء مع الملك عاتق الطاهري مثل أبوه. أول يوم انتحل شخصية أبوي غازي أحمد علي محسن الأحول، انتحل شخصية أبوي، وغازي يشتي زي أبوه المخنوث ويتخانته ويزني بأمه ويزني في مرته ولا في بنته ويزني في مرة ولده، وأبوه يزني في مرته. مجوس، واقسم بالله انهم المجوس ورب المصحف داخل في راسي. محمد الامام يوم كنت اتعالج عنده سألني، دخل فيني كذا في الليل يقول لي انت مجوسي؟ قلت لا انا من اهل السنة والجماعة، ولا فهمت القصد فيها سر تأمروا علي وانا صغير. يا عيال عدن انتم اصحابي يا عيال عدن. انا مقطوع من شجرة، ما عاد حد قريش ماتوا، آخرهم أعتقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما عاد حد قريش. حتى ولو قالوا لكم السيد الخرطي كلهم يتستروا على الزنا.